فرحانه يقعدوا هما الاتنين سوا يبدلوا. ده كده شكل مش عارفه ناخد نفس طيارة، مش عارفة شايفينها ولا لأ. هنا كل شوية تعدي طيارة بجد. صباح الفل. النهارده تاني يوم في لبنان، وده اكتر يوم انا متحمسه له عشان النهارده هنطلع ونشوف التلج، وانا ما شفتش تلج على الحقيقه خالص ولا مره. سوري مش عارفه، تقريبا داخله على برد، ما اعرفش. المهم فانا كنت بقول لكم ان انا متحمسه جدا ان انا اشوف التلج، لاني ما شفتوش في الحقيقه ولا مره، فمتحمسه جدا. وغير كده النهارده الحمد لله الجو احسن من امبارح، في شويه هواء اكتر. امبارح كان بجد الجو نار، وزي ما انتم شايفين الفيو خطير. يعني انا واقفه حاليا في الدور ال15، وانا اصلا عندي فوبيا شويه من المرتفعات، بس بصراحه مش ببص تحت، ببص فوق. شكل السماء والبحر تحفه، فمتحمسه جدا. والمفروض في خلال نص ساعه هننزل نفطر، عشان في خلال نص ساعه تانية الباص هيجي ياخدنا ونطلع على فرايا. يعني اتمنى بكون بقول اسمها صح عشان انا نسيت الاسم، بس فيلا بينا نجهز. يلا زي ما انتم شايفين انا جهزته حاليا، انا بولع من الحر بس عشان ما نسقعش هناك. المهم بصوا اللي بكم خطير ازاي، عجبني قوي. المهم عايزه اوريكم الاوتفيت عشان بجد حاساه هو اوتفيت يعني تحفه. بصوا الحلاوه والاناقه والشياكه، بصوا البوت خطيره. ها ايه رايكم؟ ده كده شكل اوتفيت تاني يوم في لبنان. لو سمحتوا يلا كومنتس حلوه كتير، يلا بس فدلوقتي محتاجين ننزل نفطر عشان احنا بجد متاخرين، بس فيلا بينا. احتمال كبير ما نلحقش نفطر لان حاليا الساعه 9:30 والباص هيجي ياخدنا الساعه 9:30، فهنشوف. يلا بينا. هاي يلا بينا. متأكد من نفسك؟ يلا بينا نقعد. الشعب اللبناني كله حلو. بدأنا نتحرك على منطقة الفرايا. هاي ماما. ملحقناش نفطر يا جماعة ولا دوقنا أي حاجة الحمد لله. ماما بتبكي في الزاوية. ياسين احنا حاليا في السوبر ماركت. هاي قهوة هناك. يا اخوان العيش المشترك يتضمن ان نضحي بعض وسمعت صوت اخر. حاليا اخدنا بريك صغير عشان نجيب اي سناكس ونجيب ميه كمان. ماما بتجيب قهوه. هاي ماما جابت قهوه. هاي قولي اهلا وسهلا فيكم بفريا. اهلا. رحلتنا اليوم للثلج من اجمل الرحلات بوطن لبنان.
بيحطوه عندنا في اخر الفرح، لما في فرح مصري يعني، واحنا خلاص بنودع بقى. هلا اول مرحله رح نقطع التيكت عند الصبيه جوا، من بعدها رح نتجهز بملابس ووتر بروف ضد المي وضد الهواء البارد. بصوا يا جماعه المنظر خطير ازاي، بجد تحفه. والجو اخيرا هنا ساقعه، فحاسه ان انا يعني استفدت بالجواكت بحاجه، فبجد المنظر خرافي. بصوا تحفه تحفه بجد، سبحان الله. بصوا بقى المفروض دلوقتي هنغير هدومنا، نسيب الجاكيت ونسيب الشوز وناخد حاجات تكون ووتر بروف عشان التلج، عشان نلعب براحتنا من غير ما نتبلي يعني. فهم قالوا لنا حتى ان الهدوم بتاعتنا ما تنفعش مع التلج. ياسين بجد انا مش لاقياه. الهدوم دي هنشيلها بايديها كده ونحطها في البتاع. مش عارفه ناخد جلافز ولا الجلافز بتاعتنا؟ جلافز وايس كاب. لا من سكن السحاب من برا خلينا. ماشي جاهزين. لبسنا لبس للتلج عشان ما يخشش التلج جوانا. ركبنا جو تلج كويس احنا لبسنا اللبس ده، عشان حرفيا حاسه ان هو لو اللبس التاني كان هيتبل بجد. بصوا المناظر تحفه ازاي، لا حقيقي تحفه سبحان الله. بصوا التحفة يا جماعة، أخيرا ده كان حلم من أحلام حياتي بجد إني أشوف التلج. الجو تلج بمعنى كلمة تلج. أنا بصور لكم تلج إيه؟ مش لابسة جلافز عشانكم. ها ياسين جماعة أنا مش مصدقة بجد، تحفة بجد تحفة. انتوا مش متخيلين أنا متلجة ازاي، بس بجد فرحانة يعني، أنا فرحانة. بصوا الحلاوة بجد تحفة سبحان الله، دي فعلا جنة ربنا على الأرض. يلا بينا. خلي بالك. هنعمل سكيدو دلوقتي، اتمنى تكونوا سامعيني، بس بجد الجو تلج بس احنا قاعدين عليه اهو دلوقتي. هاي. ياسين هياخد واحد تاني، هيقعدوا هما الاتنين سوا يبدلوا سوا، وانا وماما سوا. هاي. ايوه جيب الجبال وكده.
تحفه بجد. انا حاسه انا مش شايفه كل حاجه ابيض في ابيض. تحفه. بصوا المنظر بجد، بصوا المنظر تحفه بجد تحفه. بجد خطير يا جماعه، بجد تحفه يعني. انا مبسوطه. انا مش شايفه قوي بس انتوا اكيد شايفين. ماما يا صور اهو. بصوا تحفه بجد، مفيش حد. لا الدنيا حلوه قوي قوي ابيض في ابيض قوي، البياض يوجع العين. تحفه. بنجمد حاليا. تحفه تحفه. انا بتكتك بس يا جماعه بجد تحفه تحفه، تجربه خرافيه بجد. امي لا، ماما تروح فين؟ يا ماما يا ماما، ماما سايبانا وماشيه، ماما جايه. ماما امي مش قادره اجري يا ماما، تعالي. ماما خلاص قررت تسيبنا وتمشي في التلج. طب رايحه فين طيب يا ماما؟ رايحه فين؟ تعالي تعالي. بصوا بعيده ازاي. تعالي تعالي تعالي، يلا بينا. احلى تجربه انا عملتها في حياتي بجد، صح؟ تحفه بجد يا بخت الناس اللي عايشه هنا. يعني انا مش قادره اتكلم وشفايفي جمدت، بس بجد دي احلى تجربه في الحياه. ياسين لسه هناك. تحفه. هاي ماما. اتبسطنا قوي بجد، بس حاليا احنا بنجمد يعني. هو ساعتين في التلج، ما ينفعش اكتر من كده بجد. يلا بينا على الباص. بجد انا بتكتك بجد، مش قادره اتحرك اصلا. مناخيري جمدت، صوابعي جمدت، صوابع رجلي جمدت، كل حاجه بجد مش قادره اتنفس. هاي هاي هاي. ماما خلاص مجمده. يلا بينا. السلام عليكم. أوبا. طب يا جماعه نزلنا من الباص وحاليا رايحين ناكل عند مطعم اسمه بربر. رشحوا لنا، قالوا لنا ان هو حلو قوي في المنقوشات. وايه تاني؟ واحد عندنا في الباص قال ان هو حلوه جدا، امبارح جربه. جرب من عنده الشاورما فراخ وبيقول لنا لازم نجربه. فهناكل شاورما ومناقيش، متحمسه جدا ان احنا نجربهم. دخلنا المطعم، يلا بينا. يلا بقى تعالى نشوف. هاي ماما. كيفك؟ شلونك؟ بصوا دي التبولة، متحمسة أدوقها قوي. تعالوا ندوق. ده خاص عادي. بسم الله. سلطه عاديه جدا. بتاعت امبارح عجبتني اكتر عشان دي فيها خضره كتير قوي، لكن بتاعت امبارح كانت مزه اكتر كده وفيها خضار كتير، فبتاعت امبارح عجبتني اكتر. دي الشاورما ودي البطاطا المقليه تبوله. يلا بينا ندوق الشاورما فراخ. بسم الله. خطيره خطيره بجد.
يلا رأيك. 2,000 years later. الفراخ احلى بس اللحمه حلوه برضه. انا اصلا مش بحب الشاورما لحمه بس هي حلوه الصراحه. طب يا جماعه اكلنا وشبعنا الحمد لله. بجد اكتر حاجه ملاحظاها عندهم ان الشوارع بتاعتهم زي اوروبا، يعني الشوارع بتاعتهم هاديه ورايقه كده، فبجد بتدي اكنكم بره، اكنكم في اوروبا فعلا. دي اكتر حاجه ملاحظاها. وبجد التمشيه عندهم هنا ولا غلطه ولا غلطه بجد. بصوا بجد الحلاوه، يعني فعلا الشوارع كلها اضاءتها اصفر وشجر كتير، وبجد الدنيا هاديه كده، وعامه الشوارع كلها بتاعتهم هاديه قوي، فبتحسوا ان انتوا رايقين قوي وانتوا ماشيين. هاي، انا من ساعه ما جيت هون وانا عم بتكلم هيك، ما بعرف ليش يا جماعه. بصولي طيب، كلموني. تمام شكرا. بتحبني جدا يا جماعه خلي بالكم. المهم ان احنا بنتمشى لحد زيتونه باي، فعايزين نجيب اي حاجه حلوه ناكلها. بيقولوا ان الكنافه عندهم، لا سوري، الكنافه عندهم كتير حلوه، كتير طيبه. بدل ما نقول لك بجد هدوء مش عادي، يعني ده شارع عادي طبيعي كده، المفروض ان هو في منطقه سياحيه شويه ومشهوره، بس بجد الشوارع هنا هاديه بطريقه مش عاديه. قعدوا معي 3 ايام بس يسألوا على ليش الزكاة، في عندهم محاضرات هناك يرجعوا رجعوا على الاوتيل شو اسمه هون. وصلنا زيتونة باي يا جماعه، بجد المكان هادي ورواق، خلاص بقيت بقول زيهم رواق. بجد الدنيا هاديه قوي. بصوا هي دي زيتونة باي، كلها مطاعم وكافيهات وكلها يعني اماكن كده، فهنشوف دلوقتي هنعمل ايه يا جماعه. بجد بصوا الروقان تحفه. هاي. انتوا لو شايفيننا يا ريت يعني. تعليقنا الوحيد ان دايما الاضاءه عندهم اصفر وهادي، الدنيا هاديه مفيش انوار، يعني لسه الساعه اصلا حاليا كام؟ ماما 6:30 6. بصوا الدنيا كحل بجد، فده تعليقنا الوحيد يعني. البلد كل الوانها هاديه بجد. جينا هنا عند الحلاب عشان ناخد حلويات، بيقولوا ان ده من اشهر الاماكن هنا في لبنان، فيلا بينا نجرب. هاي. يلا يلا. هاي كيفكم؟ ايه ده؟